السلام عليكم. انا كنت حابه النهارده ان شاء الله ان انا اعمل ريفيو عن حله نيو فلام. طبعا دي حله سيراميك، نوعها مشهور جدا في السوق. هنلاقيها هنا هوت قدامنا. كنت شاريه الحله من توليب، اللي هو الوكيل المعتمد بتاعها. طبعا انا بستخدمها تقريبا بقالي حوالي سنه ونص. كنت جايه النهارده اعمل ريفيو عليها بالكامل ان شاء الله، بحيث الناس اللي حابه تشتريها تبقى عارفه هي بتشتري ايه، تبقى عارفه ايه هي مميزاتها وعيوبها، تبقى عارفه عنها كل حاجه. اول حاجه، احنا عارفين الحله السيراميك النيوفلام بتتميز ان هي من جوه مختلفه عن باقي الحلل، ان هي باللون الرمادي مش باللون الابيض. طبعا دوت زي حاجه زي مثلا بدريني، او مثلا الهلال التركي، او الحلل التركي غالبا بتبقى جواها ابيض. انا كلنا شفنا ريفيوهات وحاجات على النت ان الحلل ديت بتصفر من بعد الاستخدام. طبعا ميزه نيوبلام لما هي حله رمادي، فزي ما احنا شايفين قدامنا اللون مفهوش اي حاجه. الحله شبه زي ما هي، ما عدا هنلاقي طبعا بعد استخدام سنه ونص في هنا هوت من على الطرف. الكاميرا مش عارفه اذا كانت هتجيبها ولا لا، في زي نقره خفيفه جدا من على الطرف. بصراحه انا ارجح، معرفش بصراحة اذا كان دوت سوء استخدام، لان طبعا من ان الحلة المفروض من الشروط بتاعتها ان احنا ما بنعليش النار عليها، او بمعنى ما بنخليش النار تخرج عن اطراف القعدة. طبعا في التسوية هي جميلة جدا، ما بتلزقش، الدنيا فيها كويسة حلوة قوي. عيوبها طبعا العيب الاساسي فيها ان هنا الايد بتاعتها ملهاش ايد، فطبعا محتاجة ان انت لازم تمسكيها بقماشة، يا اما تجيبي لها مسكات بلاستيك بتتباع دلوقتي موجودة حاليا في السوق. ممكن كمان بالنسبة للعيوب بتاعتها برضو اللي انا واجهتها بالنسبة لي هو الغطا. زي ما احنا شايفين انا الحلة وقعت مني مرة، الطرف ده اتكسر، وكان جوه جزء من الغطا من جوه هنا هو اتكسر، البلاستيك اللي هو الحتة الاكريليك ديت. طبعا بعد كده بصراحة جه في مرة وقع تاني، هي مش هكذب عليكم، هي طارت وخبطت خبطة وحشة جدا في طرف غسالة الأطباق. انا وبعد كده قامت طارت تاني وخبطت في باب الأوضة. انا استغربت ان هي بصراحة ما اتكسرتش، وده كان الدليل الحي قدامي ان الحلل السيراميك بتاعتنا ما بتتكسرش. خدت الوقعة كلها على السن. طبعا انا بالنسبة لي كان الجزء دوت من هنا هو قام اتكسر، فطبعا كان الحل الوحيد بالنسبة لي ان انا رحت وديتها زي ورشة، عملوا لي خرم من هنا اهو، تمام، الماسكه الايد دي، تمام. وعملت جبت مسمار طويل وقمت ربطاه بصاموله بالنسبه لي كحل، لان طبعا قعدت مثلا شهر ما بستخدمش الحله، وكان الموضوع دوت بصراحه مضايقني جدا، لان انا دافعه فيها زي ما انتوا عارفين الشيء الفلاني يعني احنا ديت مثلا تقريبا عندي دي مقاس 22 اعتقد، كنت جايباها من سنه ونص ب 235 جنيه تقريبا، 235 او ولا 270، بصراحه مش متذكره الرقم بالظبط. تمام. العيب التاني اللي انا شايفاه في الحله وهو القعده. زي ما احنا شايفين هنا في اثار عدم نظافه. طبعا اي حد هيقول لي انت ما بتدعكيهاش، انت ما بتعمليهاش. انا ما اكذبش عليكم، انا فعلا بستخدم غساله الاطباق، وطبعا زي ما احنا عارفين ان غساله الاطباق ما بتشيلش الحاجه اللي هي لازقه. بس النتيجه اللي انا شايفاها اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، بعد دعك ما لا يقل عن ربع ساعة، وكمان باستخدام جف، لو انتوا عارفينه بمنظف البوتاجازات ده اللي احنا بنحطه بيدوب الدهون على طول. طبعا زي ما احنا شايفين هنا هوت الحلة متبهدلة بالنسبة للنظافة والوساخة بتاعت عدم النظافة، قعر الحلة زي ما احنا شايفين. لكن بالنسبة لجسم الحلة من بره مفهوش اي حاجة. هنلاقي هنا هو شوية خدوش خارجية على الطلاق، بس ده اعتقد من كتر الوقعات بصراحة، لان هي بتقع كتير قوي جدا مني. جسم الحلة مفهوش اي حاجة خالص، تمام. هي المشكلة زي ما قلنا في القعر، تمام. غير كده زي ما انا قلت الحلة مفيهاش اي حاجة، بالعكس الحلة جميلة جدا جدا جدا، ما بتلزقش خالص. هي زي ما قلت النقرة دي، وده بعد استخدام سنة ونص مني. يعني بصراحة انا فعلا بهلك الحاجة، وكمان انا غالبا برمي على الحلة ديت، لان انا ما بستخدمش الحلل الاكبر من كده. فيعني فعلا شبه بطبخ فيها كل يوم، ان ما كانش مرتين في اليوم لو انا هعمل فيها اي حاجة سريعة. تمام. ده كان الريفيو بتاعي عن الحلة. طبعا مش محتاجين نعرف انها هي لازم تطبخي عليها وانتي موطيه العين شويه، لان هي كده كده بتحتفظ بالسخونيه.
طبعا في حاجة كمان كنت حابة اوضحها، ان احنا لازم نشتري الحلة دي. لو احنا فكرنا ان احنا نشتريها لازم نشتريها من مكان اصلي. طب ليه نحب نشتريها من مكان اصلي؟ لان انا للاسف رحت اشتريت نفس الحلة. المفروض المفروض ان هي من مكان كويس يعني، ودي كانت النتيجة ان انا ما اشتريتهاش من فرع. شايفين النقر دي كلها؟ النقر دي زي ما احنا شايفينها حاصلة من اول 3 مرات استخدام. ان هما واضح كانوا جايبين فرز تاني من الشركة. لو حابين تعرفوا المكان اللي انا جايباه، انا كنت جايباه من كنت جايبه المكان ده منين يا ربي؟ من كريكرز اللي في المانيال، لو انتوا عارفينه. طبعا كان مقاس الحله ده للاسف مش موجود في توليب. طبعا انتوا عارفين ان الحله دي بتنزل وبتخلص في ثانيه في ساعتها. اللي حصل ان الحله زي ما احنا شايفين من اول شهر استخدام، من اول تاني مره او تالت مره تقريبا. طبعا لما العيب بيظهر في حله بتمنها كان 195 جنيه ساعتها، ساعة لما انا جبتها من اول استخدام، فاحنا بنعرف ان الموضوع دوت عيب صناعة. يعني انا كنت بقول الاول مثلا ان انا خدشتها، او بس مفيش خدش يعمل الحفر اللي احنا شايفينها دي. تمام. طبعا الحله هي بصراحه مش هكذب عليكم، هو مش مؤثر عليها في حاجه. يعني احنا بنتكلم يعني مش مؤثر عليها، بس هي الفكره انا ما اشتريش حله بمبلغ قد كده. المفروض ان هي كمان بيبقى معاها ضمان سنتين لو انا هجيبها من توليب وتجيلي بالمنظر ده. يعني من سنتين استخدام بصراحة حرام يعني. طبعا زي ما احنا شايفين برضو العيب، بس دي بصراحة مش مغسولة 100% عشان ما اكذبش عليكم يعني. برضو العيب اللي احنا قلنا عليه. بس كالعادة جسم الحلة لا يعني زي ما احنا شايفين بس شوية من تحت. بس دوت بصراحة قلة دعك مني يعني، مش هكذب عليكم. تمام. بس انا زي ما قلت عيب الحلة الاساسي اللي هي النقر، فاحنا لازم نكون حريصين جدا ان احنا نشتريها من مكان نضيف، وخصوصا ان الحلة مش رخيصة يا جماعة، فحرام يعني. طبعا دي كانت حاجة كده ريفيو بسيط عن حاجة كانت انا عارفة ان هي شغلة بنات كتير. وشكرا جدا على وقتكم، يا ريت تكونوا استفدتوا.